السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونة في المطبخ وتونة علي على الفيس. ووصفتنا النهاردة والغدا بتاعنا هيكون الفراخ المشوية في الفرن بطريقة حلوة وسهلة، ومعاها هنعمل بطاطس ورز. وهنشوف الطريقة بتاعتنا. معانا الفراخ بتاعتنا منضفينها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، ومعايا هنا شوية بهارات. يا جماعة انا ما بطبخش ببهارات، لكن انا لو في طاجن في الفرن او مثلا مشويات بحط البهارات، لكن الطبيخ والشوربة ما بحطش بهارات يا جماعة. حطيت ملح وبابريكا، وحطيت توم باودر وبصل باودر، بهارات فراخ، اي بهارات انتوا عايزين تحطوها حطوها. تمام. وحطيت ورق لورا، وحطيت فلفل اسود وملح، وحطينا كوبايه زبادي كده صغيره، ومعلقه صويا صوص، ومعلقه من الخل زي ما انتوا شايفين كده، وهنضربهم جامد جدا. وحطيت جنزبيل، وحطيت زعتر، وحطيت معلقه من العسل، ومعلقه من الصلصه، وحطيت معلقه من الزيت. المشويات والحاجات اللي في الفرن ساعات باحط لها بهارات. وكمان لمّا باحط بهارات يا جماعة باحط ربع معلقة من الصغيرة اللي بتاعة الشاي، ما باحطش كتير. يعني في ناس بتحط حاجات كتير، لأ أنا باحط في الطبيخ ما باحطش بهارات خالص ولا في الشوربة. قاعدين هو غاسلين الفراخ زي الفل زي ما أنتم شايفين كده، وفاتحة الصدر كده عشان يستوي من جوه. والورك أنا بُصّوا ده أنا خالياه، اللي أنتم شايفينه ده أنا خالياه، سايبة واحد بالعضم بتاعه وواحد خالياه. وبُصّوا الصدر فاتحاه من النُص إزاي. بجد حاجة تحفة، تحفة، تحفة. وهنسيبها حوالي ساعة أو ساعتين على حسب الوقت بتاعكم. بعد كده هنحضّر الصينية بتاعتنا، ونحط عليها ورق ألمونيا، وهنحط عليها ورق زبدة. وبعد كده دي بعد ما سِبتها قعدت ساعتين، بُصّوا أدي الصينية أهي. هنرصص بقى إيه الحاجة كده واحدة، واحدة، الفراخ بتاعتنا كده واحدة، واحدة. طبعًا كل ده الفرن شغال، يبقى سخن، ما تدخّلوش الأكل على الفرن بارد، بتدخّلوه عقبال ما تحضّروه وتعملوه يكون الفرن سخن معاكم. بصوا الجمال، هيطلعوا حبة فراخ والله تحفة. بصوا، وحطينا بقية الخلطة كده ودهنا بيها الفراخ، وهنحط ورق تاني ورق زبدة وهنغطيها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا سهلة وما بتاخدش معاكم وقت خالص، وانضف واحسن من بره طبعا. كل يوم محتارين نتغدى ايه ونتعشوا ايه بجد الاكل ده حيرة بجد. وهنا بصوا انا بوريكم، انا شلت الورقة، وهنا لسه فيها شوية مية كده، هي بتنزل ميتها، سبتها تنشف مع نفسها. وهنا بقى حطينا حتة زبدة وحبة زيت صغيرين، وهننزل بالبصل بتاعنا. يا دوبك تاخد تشويحة، بس انا ما بحمرهاش، هي يا دوبك بس تاخد تشويحة كده. وهننزل عليها بالفلفل الالوان. ما عندكوش فلفل الوان عادي حطوا فلفل حار، فلفل اخضر، بس براحتكم. بصوا زي ما انتم شايفين كده، برضو هيديله تشويحة، مش بنحمر واحنا بندي تشويحة. صينية بطاطس والله هتعجبكم جدا جدا جدا، بجد خطيرة وتحفة. بصوا انا بتبلها بس مش بحمره. وحطينا ملح وفلفل اسمر وبابريكا، وحطينا شوية سماق وبس. انا ما بحطش برضو في الاكل حاجات كتير من التوابل. وكل ده ربع معلقة صغيرة من الشاي. يعني في ناس بتحط معالق كبيرة او معلقة صغيرة بليانة، لا انا بحط اربع كده حاجات صغيرة كده. هننزل عليهم البطاطس بتاعتنا. والله الاكل كان تحفة تحفة تحفة، بجد هتعجبكم، جربوها مش هتندموا. نزلنا عليها بمعلقة واحدة بس من الصويا صوص، بتديها لون غامق كده، تحفة بجد تحفة. وما عندكوش صويا صوص عادي، مفيش مشكلة، ما تنزلوش بيها عادي. بصوا بقى جمالها. انتوا لو زودتوها شوية مية سخنين كده، وممكن تاكلوها كده بالعيش وشوية مخلل، والله خطيرة من غير اي حاجة. هي بصوا لونها عامل ازاي. هننزل بمعلقتين صلصة وشوية صغيرين كده مطرح الطبق، نحطوا 4 5 معالق من المية. بصوا هنديها برضو تشويحة كده، وبعد كده هننزل بالطماطم. بصوا الجمال، بصي اصلا خطيرة لوحدها.
سبتوها بس كده تستوي هتاكلوها على طول. بصوا هنا الطماطم انا ما صفيتهاش لان المفروض اقطع طماطم، فانا ما قطعتش طماطم فسبت الطماطم من غير ما اعصرها عشان تدي كده قوام حلو ولون حلو. بصوا الجمال. هننزل بقى عليها بالميه، شويه ميه حلوين كده، وشويه سكر صغيرين عشان الحموضه. شفتوا الجمال. هنا بقى هننزل بشويه زيت وحته زبده، وبعد كده هننزل عليها بالشعريه زي ما انتوا شايفين. هحط حبه شعريه تاني. طبعا الشعريه او الرز دي طبعا على حسب الاسره بتاعتكم وبراحتكم. انا عامله كوبايتين ونص رز، والرز المصري الكوبايه الميه زي كوبايه الرز بالظبط. بصوا كده هي في اول الغليان كده. او ما اتحمرت كده بصوا الجمال. تحفه بجد خطيره. هنزل على طول بالميه وهنزل بالملح. في ناس بقى بتحط في الرز مرقه، في ناس بتحط حاجات تانية، براحتكم. انا بوريكم الطريقه بتاعتي السهله البسيطه، وكل واحد وليه مزاجه في الاكل. بصوا بقى الجمال البطاطس وجمالها. بصوا فظيعة، اقسم بالله فظيعة. واول ما بتغلي احط الرز بتاعنا واقلبه، واول ما يتشرب كده اوطي عليه. بصوا كده بقى دخلت في السوا. بصوا الجمال. بصوا اللون، اصلا الصويا صوص عطاها لون جميل. وادي الرز بتاعنا بصوا مفرفل ازاي. فظيع والله. الاكل كان النهارده ريحته كانت تحفه. بصوا الجمال. وادي الفراخ بتاعتنا طلعت من الفرن. انا لسه ما حطيتهاش تحت الشوايه. دي معلقه كاتشب ومعلقه زيت. بصوا هدهن بيها الوش كده وهدخلها تحت الشوايه. عايزين تاكلوها على كده اوكي، عايزين تسيبوها تحت الشوايه شويه برضو مفيش مشكله. انا بقى كنت مولعه على الفحمايه عشان اول ما تطلع هحطها واخلي البخار كده اكنها مشويه على الفحم. بصوا غطيتها، بس انا بعديها شلت الغطا وحطيت ورق ألمونيا. بصوا والله جميله يا جماعه، جميله. بصوا عامله ازاي، والله تحفه. بصوا بقى البطاطس بعد ما طلعتها من تحت الشوايه برضو. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الطبق الحلو ده؟ بذمتكم مش يفتح النفس كده، مع شويه مخلل بقى. يا سلام، بجد عظمه عظمه. بصوا بقى ايه رايكم؟ ده الاكل بتاعنا. ايه رايكم؟ يا رب تكون الوصفه خفيفه عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.